السلام عليكم. انا مش قديم في اليوتيوب، يعني جديد، القناه بتاعتي جديده. لما جيت اعمل فيديوهات، الغرض الاول والاخير منها ان احنا نتسلى مع بعض، يعني نتكلم مع بعض. ساعات نحفل على بعض، ساعات نهزر مع بعض، ساعات نتكلم مع بعض يمكن بطريقه يعني ها كده، بنهرج، بنهزر. ف اللي زي جديد، فمش فاهم ان في قواعد كتير للعبه، يعني او هو بيعملها بشكل هاوي، فمش ما بيحسبش حاجات كتير يعني، ولا حتى لشكله يعني انا. فامتى بيبدا التعصب؟ او امتى انا فهمت ان التعصب حتى بالنسبه لي انا، يعني انا ممكن اكون شويه متعصب ومش واخد بالي. اهلي وزمالك يعني ابيض واسود يعني، بس مش معناها يعني يعني مش متناقضين مثلا زي الخير والشر. يعني ما ينفعش مثلا اقول الزمالك هو الخير الاهلي هو الشر، لا ما ينفعش. الكفر والايمان خير وشر. فالتعصب بيخليني اشوف مثلا، انا كزملكاوي، انا زملكاوي، يخليني مثلا اشوف التعصب بيخليني اشوف ايه؟ يخليني اشوف مثلا ان الونش يطلع عالي جدا بايده، يطلع كوره من ال 18 بايده، فانا كزملكاوي انا ايهاب ما ب- ما بشوفهاش ضربه جزاء. ازاي يا عمي؟ او انا كزملكاوي اشوف مثلا كوره معينه، انا بقى بحاول افتكر الموسم ده يعني حصل ايه. آه فلاقي مثلا محمد السيد داخل برجليه الاثنين كده، فاهم، في رجل لعيب من الاسماعيلي اعتقد. فانا كزملكاوي ما اشوفهاش كارت احمر. او ان حسام عبد المجيد مثلا في كوره اخير فيشد اللعيب، فانا ما اشوفهاش كزملكاوي، ما اشوفهاش كارت احمر. دي معناها ان انت بدات تبقى متعصب. يعني انت، انا موافق ان انا اكون زملكاوي او اهلاوي، موافق. بس مثلا لعبه حلوه، يعني مثلا امام عاشور اللي احنا ما بنحبوش، مش لانه لعيب كويس، لا، لانه سابنا ومشي عادي. فامام عاشور اللي احنا ما بنحبوش انه سابنا ومشي، بيعمل كرة حلوه قوي، يدخل وبتاع ويجيب جون جميل، فما اشوفوش حلو، شو جون عادي. دي الحقيقه. طبعا انا هنا مش بتحمل على الزمالك، انا بتكلم على نفسي، والاهلاويه فيهم نفس الشيء او يمكن اصعب. زي مثلا الاهلي ما يشوفش ان كسبان 6 مباريات في الدوري مثلا، يعني استحملونا بقى، ما انت شايف انا بعترف على نفسي ازاي. فالاهلي كسبان 6 ماتشات في الدوري ب 8 ضربات جزاء، فيهم 12 مش حقيقيين. في حكام بتيجي تفصيل للاهلي، يعني انا مثلا لما اشوف، انا دلوقتي يعني انا دايما يقول ايه؟ الاهلي بيقولوا على الزمالك ننوس الدوله، في يعني الاماره ايه يعني؟ في النهايه، بغض النظر عن انك اهلاوي او ان انا زملكاوي او ان انا متعصب او انت مش متعصب، ايه الاماره يعني؟ اصل في النهايه ننوس الدوله. ده فريق الزمالك يا اخوانا مش لاقي ياكل، عليه ديون للارض، عليه 35 قضيه في الفيفا، اللعيبه بتاعته بتتسرسب واحد واحد، والغريب انها بتروح نادي واحد. يعني بيراميدز مثلا درج في ايه؟ خد مثلا يوسف اوباما منك مثلا. يوسف اوباما بالنسبه للزملكاويه ما كانش يعني ذو الاهميه. انا عايز ارجع بس للتعصب يعني. فانت كاهلاوي مش هتشوف ابدا ان الاهلي ظالم، وانا ما انا شرحت لك انا ايه. فالحقيقه التعصب ده سيء. يعني مثلا التعصب، انا شخصيا شفت وجه من اوجهه، يعني هو وجه اوكي، انا بتكلم زملكاوي وبتكلم يمكن كلام شويه صعب على الاهلي، بقول الاهلي بس بيحصل ايه وانا بتكلم مثلا عن الحكام مع الاهلي؟ فيخش واحد اهلاوي، هو من يعني انا بكتب مثلا على الفيديوهات بتاعتي بقول ايه؟ الاهلي والزمالك. فالفيديو بتاعي مثلا مش عن ختام القران او ليله القدر، لا لا، أنا كلامي في الكوره. فيخش لك واحد يقول لك ايه؟ هو الكوره دي مش من الملهيات ليه؟ حضرتك لما كنت دخلت الفيديو يعني كنت متوقع ان انا بتكلم عن ايه؟ العشرة المبشرين بالجنه مثلا؟ ما انا كاتب اهلي وزمالك. فحضرتك بالظبط دخلت لان مثلا العنوان ما تفهمش منه اذا كنت انا زملكاوي ولا اهلاوي، فيحصل ايه؟
انت داخل لو انا اهلاوي هيبقى جزاه الله خير والله. شوف احلى دقن لحيه جميله على راجل جميل اهلاوي جميل زيي. لقيته زملكاوي فلا احلق لحيتك. الله، وانا هحلق اللحيه عشان انت مستقطب لفريق تاني؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. انا دلوقتي انا راجل ملتحي وبتكلم في الكوره. إيه؟ انت ليه ما بتناقشنيش كوره؟ ليه بتناقشني دين؟ يعني واحد مثلا يقول لك ايه، قوم صلي لك ركعتين. طب انا مصلي، حضرتك يعني حضرتك صليت؟ يعني حضرتك مثلا يعني مثلا وصي عليا هتتحاسب مكاني؟ او الفيديو مش عاجبك فانا اقوم اصلي ركعتين احسن؟ هنصلي ركعتين جميل والله. يعني اقول لك حاجه، في واحد بالظبط كده قال لي قوم صلي ركعتين، رحت قايم صلي ركعتين. يعني الراجل جزاه الله خير، حلوه نصيحه حلوه، وان كان يعني هو ما يقصدش بيها النصيحه، بس ماشي. فللاسف الشديد التعصب سواء مني او منك شيء مش كويس. يعني حاول بقدر الامكان تشوف مزايا او حاجه كويسه للفريق التاني. انا شايف ان الزمالك مثلا فيه ميزه كويسه، انا بدعوك كاهلاوي انك تفكر في النقطه دي، وانت هتحس بيها الحقيقه. ان الزمالك معهوش فلوس وعليه قضايا وبيتاخد لعيبته. يعني انت مثلا الزمالك عايز بن شرقي، الاهلي خده. انا يا اخوانا لما بقول كده، هو الاهلي مش من حقه ياخد بن شرقي؟ لا طبعا ياخده. لا لا، وانا لو من اداره الاهلي اجيبه 10 مرات بن شرقي واخد امام عاشور. بس انت بتلاحظ حاجه، ان الاهلي واخد مثلا او عايز يعني مجموع اللي الاهلي عايزه. مثلا الاهلي عايز امام عاشور، الاهلي بدا بكهرباء وبعدين امام عاشور وبعدين بن شرقي وبعدين عايز زيزو وبعدين عايز حسام عبد المجيد وبعدين عايز محمد السيد. طب ما تاخدوا الشعار وتاخدوا الجماهير عادي بقى. يعني انا كزملكاوي احس والله فرقه الاهلي مش غريبه عليا، فيها 7 8 لعيبه من الزمالك، فليه لا ما نعملش فريق ونسميه الزمالك مثلا ونشجع كلنا الفريق ده. بس ده هيعمل حاجه صعبه شويه، اللي هي هيدمر الكره في مصر. الكره في مصر عندنا كانت جميله يا اخوانا. لما كنا انا فاكر، انا راجل كبير في السن، فاكر لما كنا نروح نلاعب مثلا المحله في المحله ماتش، الاسماعيلي في اسماعيليه ماتش، المصري في بورسعيد، يوم ما يعلم بالله اللي خلقه. وكان الاهلي والزمالك بياخدوا الدوري والاهلي بياخد اكتر الدوري، لكن كانت البطوله شعبيا. يعني اصل الكره دي لمين؟ للناس. يعني الكوره للناس. طب مثلا فريق زي بيراميدز الكوره فيه لمين؟ فريق زي سيراميكا فريق حلو والله، فريق حلو، فريق كويس. يعني فرقه سيراميكا، فرقه بيراميدز، فرقه انبي، فرقه مودرن فيوتشر، فرقه بتروجيت، هي كلها فرق كويسه. يعني طب هي لمين؟ بيلعب لمين؟ يعني انا انت متخيل بتروجيت ما عندوش حد يفرح لما يكسب؟ فالكوره يا اخوانا الكوره للجماهير. فرقه ليفربول هي فرقه قبل اي شيء، هي فرقه ليفربول المدينه. ريال مدريد هي فرقه مدريد، وعندهم في مدريد اتلتيكو مدريد. وبرغم ان اتلتيكو مدريد ما يجيش حاجه في ريال مدريد، لكن اتلتيكو مدريد ليه جمهور عريق وكبير، فاهم؟ فما تسحقهوش. ما ينفعش ان ريال مدريد يروح رايح شاري ال 11 لعيب بتوع اتلتيكو مدريد. ليه بقى اسحقه؟ ما مش هيبقى ضد مصلحه ريال مدريد اصلا. ما هنا في ايطاليا في تورينو ويوفنتوس، ده ديربي كبير. مع العلم تورينو ممكن يبقى في المركز ال 13 وال 14، تلاقي الاستاد مليان، نصه بيشجع تورينو ونصه بيشجع يوفنتوس. جمهور يوفنتوس 10 مرات قد جمهور الاهلي، لكن ماتش تورينو مهم. فايه مصلحه يوفنتوس انه يسحق تورينو؟ مفيش مصلحه، لان قوه يوفنتوس جايه كمان من الديربي بتاع تورينو. فاللي احنا بنعمله خطأ. ان والله انا هقول حاجه مش تعصب، يعني ايه الحجه القويه عند الرابطه انها تقول لا الاهلي ما يتخصمش منه 3 نقط؟ طب في نفس القرار انت شايف ان الاهلي مش غلطان فمش هنخصم منه 3 نقط. طب ما دام مش غلطان، طب ما تعيد الماتش. يعني انت ما دام عندك، والله هنا مش تعصب، يعني انا عايزك تبقى جريء للاخر. يعني انت ليه اعتبرت الاهلي خسران؟ ليه اعتبرته خسران؟ لانه انسحب. طيب اللي انسحب ده بيتعمل فيه ايه؟ او انك تعتبره ما انسحبش والاهلي كان عنده الاسباب القويه اللي تخليه ما ينسحبش، وبالتالي اخسره ليه الماتش؟ يعني من باب انا اهو انا واحد من جمهور الاهلي،
انت ليه خسرت الاهلي و3-0 وفي التاريخ هتتكتب ان دي مباراه الاهلي انسحب فيها واتغلب فيها من الزمالك؟ هو انسحب ولا ما انسحبش ولا اعتذر؟ اخوانا السنه اللي فاتت الزمالك في ماتش الاهلي اعتذر، ما انسحبش. الزمالك ما راحش الاستاد والاهلي ما راحش الاستاد. وانا هنا مش متعصب، انا بقول لحضرتك اشرح لي. يعني اذا كان الموضوع الاهلي ما انسحبش وعنده الاسباب القانونيه المقنعه لرابطه الكره المصريه، رابطه الفجل، انه فعلا ما انسحبش، طب اتخصم منه 3 نقط ليه؟ اتغلب ليه؟ ما هو اللي ما طبقش عليك الجزء الثاني من القانون اللي هو ال3 نقط المخصومه اخر الموسم، ما يطبقش عليك الجزء الاول، وبالتالي الاهلي معذور في انه ما لعبش، يبقى المباراه تتعاد او تعتبره الزمالك مغلوب يعني لاي سبب. انا الفيديو مش تعصب، والفيديو يا ريت اللي عايز يعلق يعلق، وانا والله العظيم بس يعني ايه، ما تعلقش على ان انا بقول لك الرابطه غلطت ان انا احلق دقنك. ما جاوبتش حضرتك، ما جاوبت. ده في تعليقات كل اللي بقدر اعمله فيها ان انا احذفها، بس يعني كل اللي اقدر اعمله في التعليق ان انا احذفه. يعني في على فكره في تعليقات كتير جدا بتبقى ضدي شخصيا، يعني كوره، وبعلق وبرد وبقول له شرفتني واهلا بيك ويا سلام تعالى زورني كل يوم وقول ان انت ضدي، بس انا عايزك، احنا بنتكلم فيديو كوره، فيديو في التعصب في الكوره، انا عايز حضرتك ترد عليا كوره، ترد عليا قوانين ولوائح، ترد عليا تقول لي لا الاهلي ما يستحقش انه يتخصم منه 3 نقط اخر، ترد تقول لي لا والله المفروض الاهلي، انا بقول لك في ضربات جزاء على الزمالك عادي عادي، وانا متعصب انا زملكاوي، فانا بس بدعوك ان انت ايه، خليك متعصب بس في الليميت، لان التعصب الشديد ده بيخلق، حتى بيخلق جواك حاله عدم صدق، حاله كده كره لنفسك، انت بتكره نفسك، فاهم؟ ف انا ما بطلبش ابدا لا شير ولا لايك، مع اني محتاج وانا القناه بتاعتي صغنونه، لكن عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش ما تعملش، ما عجبكش كلامي علق، مش ضد التعليق نهائي ابدا، علق وبموضوعيه. يعني انا في ناس اهلاويه، انا اشهر فيديو ليا بتاع الزمالك مش فريق بوابين. هل الزمالك فريق بوابين؟ في اهلاويه كتير وسردوا سرد تاريخي بيوضح فهم كامل لموقف معين، فاهم؟ مع العلم انا كنت بتكلم في الزمالك مش بوابين، او مش ان انا بنكر على البوابين انهم زملكاويه، يا سيدي اهلا وسهلا، انا لو عندي علم ان في 100,000 من الاخوه البوابين زملكاويه، انا واحد من الناس مبسوط بيهم. ما اعتقدش ان في مشكله ان الاهلي عنده بوابين بيشجعوه. ليه؟ لان عيب التعصب بتاعي يوصلني، او ان انا اقول مثلا الاهلي بقالين زي الفل، اخواتنا وحبايبنا، فلو في بقالين اهلاويه ده حاجه كويسه، واكيد في بقالين زملكاويه. انا الفيديو مش طالع يعني حتى اتكلم في الكوره، انا بتكلم في وجه عام. التعصب بيخلق تعصب اكتر منه، وانا لو شايفك موضوعي وبتكلمني، انا مفيش مشكله بيني وبين اي اهلاوي، بالعكس هو اجمل ما في الكوره. تخيل لو كلنا زملكاويه او كلنا اهلاويه، عارف مش هتحس بحاجه، هتلاقي يا اما حزن عام يا اما فرح عام، ما حس. لكن هي جمالها ان احنا بنهزر مع بعض، بنحفل على بعض، بنتكلم مع بعض، بس انت لاحظ حاجه، ان في الامور اللي ما فيهاش هزار، ما فيهاش تهريج، في اللحظات اللي بيعيشها حزن والم في مدرجات الاهلي، في الدقيقه 74 حزن والم بيعيشوا مدرجات الزمالك في الدقيقه 22، بنلاقي ان الجمهورين متفقين على انه تعاون تام، وزي ما بيقولوا سوليداريتي، يعني معاك وشاركك الامك. فكمان لازم نشارك بعض في لحظات اللي هي انا مش بكره الاهلي، انا بحب الزمالك بس مش بكره الاهلي، ولما الاهلي بيعمل حاجه بتؤدي لتعصب، انا بقول يا اخوانا ما ينفعش، الاهلي اكبر بكتير من كده يا اخوانا، الاهلي نادي كبير، الاهلي بجد نادي كبير. ادارات الاهلي السابقه انا شايف ايهاب
انها كانت افضل، لانها كانت بجد بترسي مبادئ. انا فاكر كويس قوي، لان انا قلت لكم انا كبير يعني، فاكر كويس قوي ان اداره الله يرحمه الكابتن صالح سليم قعدت فريق الاهلي الاول قبل ماتش الزمالك، ونزلت فريق صغير للاهلي. يومها عرفنا يعني ايه الاهلي بمن حضر. يومها، ما انا بقول لك انا مش متعصب. وفاز شباب الاهلي على عتاولة الزمالك، فيهم فاروق جعفر وحسن شحاتة وغانم سلطان، وكان فيهم بص فريق النجوم، فريق الاحلام بتاع الزمالك. وفاز الشباب الاهلي، شباب الاهلي على الزمالك، ومش بجون، ده 4. والقضيه هنا ما كانتش فوز الاهلي، لانه ما كانش وارد ان الاهلي يفوز، لكن مجلس اداره الاهلي خد قرار بيعلمنا قبل اي حد يعني ايه مبادئ، يعني ايه ان انت ما تكبرش على النادي بتاعك، يعني ايه مهما كان امام عاشور مهم في الاهلي مثلا، فالاهلي اكبر من امام عاشور، او زيزو في الزمالك، فالزمالك كامل احترامي هو اللي عمل زيزو. يعني لو الكابتن زيزو بقرار شخصي منه حقه مشي، هو الزمالك مش هيقفل، يعني مش هنجيب البيبان زيزو مشي يلا نقفل بقى. الدعوه يا اخوانا ان احنا بنشجع سواء اهلي او زمالك، بنشجع فريقين تقال قوي. عايزين تعرفوا قد ايه الفرق تقيله. يعني احنا كنا بنلعب امبارح مع فريق جنوب افريقيا، الفريق قبل ما الزمالك يجي الفريق بيتمنى انه يتعادل معاه، الفريق مش عايز يلعب. فكرني بماتش مصر وايرلندا عمال يرجع الكره للجول ومرعوب ليه؟ الزمالك، الاهلي. ففي فرق فعلا فعلا انت بتلعبها وهي مرعوبه فبتكسبها. الاهلي والهلال لا، الاهلي مش هو الاهلي. مع العلم الاهلي المصاريف اللي مصروف عليه من زملكاوي يتوقع اكتر بكتير من الاهلي. مش ان انا فرحان، لا، يعني الاهلي في ماتش الهلال لا، في مشاكل كتير، ومش من ماتش الهلال، الدوري كله المتابع يعني وانا ذلك بقول لك المتفرج الغير متعصب هيشوف مشاكل كتير جدا 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 في النادي الاهلي لا تليق بحجم الانفاق اللي النادي الاهلي بينفقه عشان يشتري لعيبه، يجيب مدرب عالمي. مستر كولر ده بياخد 220,000 جنيه، راجل حريص جدا على الفلوس لدرجه انه ما بيلعبش. يقول لك انا هحط ال 11، انا مش عايز اخسر، لازم تكسب يعني انت مع الهلال لازم تكسب، ومش تكسبش 1-0 وفيها عشوائيه. يعني اللي جاب الجون محمد هاني، حاجه كده صدفه. فده مش الاهلي. والاهلي من سنتين فاتوا بدون كل المصاريف اللي عماله تتصرف دي كان افضل. الزمالك هو ده الزمالك، يعني خدوا بالكم مشاكل الزمالك دي انا وعيت عليها وانا عندي 7 سنين، يعني مش ان اصل ده الزمالك في الزمالك طول عمره في مشاكل. المهم خلاص الكلام، انا حبيت اعمل فيديو اقول لك اتعصب لناديك بحب، يعني بس شوف الحقيقه، يعني شوف الحقائق حتى وانت متعصب للفريق بتاعك. شوف ان حسام حسن مش فير، مش فير. شوف ان ما ينفعش مدرب منتخب مصر يروح برنامج زي ده ويعمل العمايل دي. شوف ان ما ينفعش مدرب زي منتخب مصر، منتخب مصر يطلع يقول زيزو يروح هنا او عيب، ما ينفعش يعني ما ينفعش يا اخوانا. مدرب منتخب بيبقى رجل غايه في الحياديه، حتى بص، حتى لو اهلاوي مكتوب في البطاقه اهلاوي او زملكاوي مكتوب في البطاقه زملكاوي، عيب، ما ينفعش صباح الفل، ما تتعصبش واوعى تتعصب. اقوى فريق في مصر الزمالك، بس من غير تعصب حبيبي.